في ليلة ألمانية صعبة سقط ريال مدريد بثنائية مفاجئة أمام فولفسبورغ، وعاد إلى مدريد مثقلا بالانتقادات والشكوك. وكأن الحلم الأوروبي يبتعد خطوة خطوة، امتلأ البرنابيو في الإياب بالإيمان قبل المقاعد. جماهير تبحث عن ريمونتادا لا تنسى. منذ البداية اندفع الريال نحو المرمى، حتى أرسل كارفاخال عرضية منخفضة وجدت قدم رونالدو، فسجل الأول وأشعل الملعب. لم يهدأ النسق، واستمرت الأمواج البيضاء تهاجم، ثم جاء الهدف الثاني برأسية قاتلة من رونالدو، هزت شباك فولفسبورغ. عادت النتيجة إلى التعادل في مجموع المباراتين، وارتفعت أصوات الجماهير تطالب بالضربة الأخيرة. التوتر يملأ الأجواء، والكل يشعر أن لحظة الحسم تقترب مع كل هجمة وكل كرة ثابتة. تقدم كريستيانو لتنفيذ ركلة حرة على حدود المنطقة، أطلق صاروخاً اخترق الحائط وسكن الشباك، معلناً الهاتريك وريمونتادا. لا تنسى، تحولت ثنائية الذهاب إلى مجرد فصل حزين في قصة انتهت بمجد ملكي في البرنابيو. وتلك الليلة بقيت شاهدة على مقولة يعرفها الجميع: لا تراهن ضد الريال، خاصة حين يغضب كريستيانو رونالدو.